قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وفقا لآخر تعديل صادر في 10 ديسمبر عام 2023. الجريدة الرسمية العدد 13 تابع في 28 مارس سنة 1996. قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وفقا لآخر تعديل صادر في 10 ديسمبر عام 2023. باسم الشعب، رئيس الجمهورية. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هجرة، الموافق 25 مارس سنة 1996. قانون الطفل. الباب الثالث: في الرعاية الاجتماعية. الفصل الأول: دور الحضانة. مادة 70. للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل. وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة. 1.